السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحه وبعافيه. الوصفه تاع هذا اليوم كما راكم تشوفوا هي حلوى تاع القلوب الورديه. بسيطه وسهله وبنينه بزاف، خاصه اللي يحبوا الذوق تاع الفراوله وما يحبوش الحلاوه بزاف. غاتو يعني بريزونطابل، يصلح لجميع المناسبات، وكان عليه طلب بكثرة، خاصة على صفحتي في فيسبوك. دوك نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، واللي يشوف القناة لأول مرة فقط نقول له انه يدعمها ويشترك، وما تنسونيش بالاعجابات والتعليقات تاعكم. وكش ما عندكم طلبات على العين وعلى الراس. يعني حلوة جاية محشية، كما قلت لكم خفيفة وبنينة، وان شاء الله تعجبكم وتتوفقوا فيها. دعوا على بركة الله في المقادير. هي مقادير بسيطة جدا. عندي 100 غرام تاع زبدة، وعندي صفار بيضتان، وعندي ندير عفوا تقريب 60 غرام من السكر الناعم، و20 غرام من فلان ذوق فراولة، ملعقة كبيرة من سوبر كرام تباع في محلات لوازم الحلويات. تزيد بنة، يعني عندها ذوق خاص وذوق يعني تاع فراز، يعني هي فيها أذواق يعني بزاف. نخلط جميع المقادير يعني بالترتيب: زبدة، سكر، وفلان، ومن بعد نضيف السوبر كرام والبيض. من بعد نضيف تقريب ملعقتين أكل من المايزينا أو النشا. ومن بعد العجين تاعي نلمو بالفرينة، تحصل على عجين يكون ما يكونش طري بزاف باش ما يهبطلناش، وما يكونش يابس باش ما تجيناش الحلوى يابسه، يعني عجين متماسك مليح. وعندي قطعه بشكل قلب. هنا نفتح العجينه تاعي، انا نحب الحبه الوافيه والعاليه. قطعت الحبات تاعي يعني على سمك تقريب 0.5 سنتيم. واذا كانت تحبوها رقيقة يعني تقدروا ترقوا فيها، ما كانش مشكل. وكل يعني انا قاعد درتها خشينه، ما خرجت ليش حبات يعني بزاف. في 100 غرام تقريبا خرجت لي 17 حبه تاع حلوه، لانها حبه فوق حبه. والعجين يعني كي يقعد لنا نلموه فقط بلا ما نعجنوه هكذا، باش نحافظوا على نحافظوا على يقعد لنا مقرمش، من بعد كي يطيب ما يجيش يعني معجن وما يجيش يتعلق. نطيبوه يعني في فرن مسخن مسبقا على درجة 180 حتى كي يولي اللون ذهبي. يدي تقريبا 15 دقيقة طياب. ولا هنا الحشو تاعي عندي معجون تاع مشماش، وعندي ايضا كاوكاو او لوز، وعندي هذا المنكه. يعني من المستحسن ديروا هذا المنكه لانه عجينه وماهوش منكه سائل، والنكهه تاعو تجي مركزه اي كونسونطري. نحط لهنا المعجون ونضيف المنكه. حذاري نضيفوا كميه قليله، لانه المنكهات لو كان نكثروا راح تطلق لنا المراره بزاف. ونضيف الكاوكاو يكون مرحي حتى نتحصل تقريب على حشو يكون مثل العجين، ما لازمش يكون سائل هكذا باش نقدر نتحكم فيه. يعني نقعد نضيف الكاوكاو حتى نتحصل على عجين. انا لهنا راه هو كيطري بزاف، حنضيف الكاوكاو كما قلت لكم حتى نتحصل على عجينه. من بعد نحشي حبات الحلوى تاعي،
نعمل طبقة تكون مليحة تقريب بسمك 0.5 سنتيم. ها كي تقريبا ولات عندي عجينة. نحط طبقة تكون مليحة تاع الحشو. ونقفل بحبة واحدة اخرى. وديما نحاول نسوي بالملعقة وبيدي هكذا باش تجيني الخدمة متحوفة، خاصة من بعد في الكلاصاج ما تجينيش يعني ما يجيش خارج، يجي يبان حبة واحدة. كما قلت لكم راهي حلوة لذيذة. اما الكلاصاج عندي لهنا شوكولا بيضاء ماشي كلاصاج تاع سكر، نحطها تذوب. شوكولا البيضاء حذاري راهي كي تبغي لها درجة حرارة يعني ما تكونش قوية بزاف. من بعد نضيف ملون خاص بالشوكولا لونه وردي ونخلط حتى يندمج الخليط تاع الشوكولا. وعندي ورد للتزيين، نقلاصي الحبات تاع الحلوى تاعي بالشوكولا والثمثم نحط عليهم الورد هذاك المفتت باش يلصق وخلاص. ونخليو الشوكولا تاعنا تبرد، من بعد نحيب زيت تاع الشوكولا ونديرهم في الكيسات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتوفقوا فيها. فقط ما تنساوش تدعموا القناه، والسلام عليكم.